يا ابن المخزوزة مبروك 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 مبروك. جمهوره من 35 سنة وأنا ما عنديش غير جمهوري، فأنا بقول لهم يعني إيه، أنا بقدركم وبحبكم وكل سنة وأنتم طيبين. أنت عارف أنا بحبك قد إيه؟ واضح. بحبك قوي. أنا بحبك أكتر. شكرا يا عم، شكرا ليك، شكرا. يعني إزيك عامل إيه؟ وحشني. أنت خايف ليه؟ ما تخافش مني. أنت حبيبي. العضلات لسه مستمرة. انا حتى يعني اتقدم لي فنان من الفنانين كان عايز يتجوزني يعني. مين؟ وهي رفضت. مين؟ دي اول مره اقولها في حياتي. يلا خلينا نعرف مين. لا مش هقول. قولي. عشان متجوز مخلف دلوقتي. محمد هنيدي. لو انا اناني كنت كملت حياتي. ليه؟ لان انا المستفيد الوحيد. اهلا بكم متابعين. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. معانا في اول خبر هجوم واستياء من جمهور الفنان احمد سعد بعد نشره لفيديو عبر حسابه وهو بيستحمى داخل الحمام وهو بيغني يا ابن المحظوظه مبروك، وعلق قائلا لما تستحمى حميت العين. جاءت التعليقات ساخره، منهم من قال شكلنا فتحنا عليك الانستجرام وقت غلط يا فنان، وعلق اخر وقال ليه نشوف واحد عريان وهو بيستحمى. مبروك 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 يا ابن المحظوظة، يا ابن المحظوظة مبروك 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 يا ابن المحظوظة، يا ابن المحظوظة مبروك 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 يا ابن المحظوظة. كما ظهر في احد اللقاءات وعلق على ان زوجته عاليه هي الزوجه الرابعه في حياته، ولكنها تتمتع بقدره كبيره على الاصرار والمصابره، ده لان الست عندها قدره مهوله في الزن. واضاف كمان خلال اللقاء ان زوجته هي سبب كل التغيير في حياته، انها ادته القوه، ولكن هو كده تمام قوي ومش عايز يتجوز تاني. عليا مراتك كانت قوه في حياتك. لا من اعظم القوة في حياتي. بمناسبه القوه اللي بتدي دفعه للانسان، يعني الناس لما بدات تهاجمك ادتك قوه تواجه الحكايه وتتعلم منها. طبعا. عليا عملت لك حاجات كتير قوي. لا هو غالبا مش عليا دي برضو هي الزوجه الرابعه؟ عليا دي مظبوط الزوجه الرابعه. بس متلخبط في الاسم لحد دلوقتي. لحد دلوقتي ايه؟ يعني هي دي الزوجه الرابعه. ما انا عارف الزوجه الرابعه، ما لو في حاجه هتبقى الخامسه مش هتبقى الرابعه يعني بشرط ولا حاجه. بس انا كده تمام قوي، مش عايز اتجوز تاني. مش عايز عليا بقى. مش عايز تتجوز تاني؟ لا انا بس بتكلم على امراه اعطت فنان حلوه. عجباك الحكايه دي؟ انا عجباني قوي انها ادتك نوع من التغيير في حياتك. لا هو ادتني كل التغيير، مش نوع من التغيير. ان الست هي المحرك الرئيسي للراجل. يعني اي راجل كان عظيم كانت الست دافعه عليه، واي راجل كان فاشل كانت الست دافعه اللي خلته كده. المحرك الرئيسي انا وجهه نظري. طيب مش الرئيسي بس والاساسي. ده من خلال تجاربك في الحياه. طبعا. تمام. واسالوني على تجارب وانا بقى ما حدش سؤال معلم. لا تكل ولا تمل. هي شايفه ان ده الصح، هتقول لك لازم تعمله، ومش بس هتقول لك بكره لازم تعمله، وهتقول لك النهارده لازم تعمله. الست عندها قدره مهوله يعني في الزن. تقول لك انت ما خرجتنيش، انت ما خرجتنيش. بالي انا بحكي لك عن تجربتي. انت اختياراتي غريبه جدا جدا. شغل 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 كتير، وهي كمان حبت الشغل جدا جدا معايا. ابتدت الشغل ياخد من حياتنا الاسريه، لان ده كان موضوع بنتي. انا قلت لبنتي، اللي هي صغيره يعني بعتذر لك، لان قالوا لي بتهدي بعتذر لك لمراتك. قلت لها لا، قلت لهم لا بنتي بعتذر لك ان انا مش معاكي دلوقتي غصب عني، لان انت ما تعرفيش، يعني انت مالكيش دعوه، انت محتاجه اب وام بس. انما انا الظروف كانت جوه الحياه، وبعدين قعدت مره واثنين وثلاثه وعشرة و1000 اجاهد
على حياتنا الشخصيه. حياتكم انتوا الاسره، الاسره، حياه الاسره. لو انا اناني كنت كملت حياتي. ليه؟ لان انا المستفيد الوحيد. ونروح للخبر التاني معانا، بس قبل ما نروح ما تنسوش تحطوا لايك تحت الفيديو ده. الهضبه يوجه رساله لعمرو اديب وقال له فيها يا عم ارحمني بقى. كان وجه رساله لجمهوره في العرض الخاص لفيلم اولاد رزق. ووجه الرساله دي بعد واقعه صفحه للشاب سعد اسامه، واللي اثارت ضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي واثارت استياء وقيم العرض الخاص لفيلم اولاد رزق في المملكه العربيه السعوديه. قال عنه عمرو دياب ان الفيلم يفتح النفس. كل اعمال تركي آل شيخ عالميه وان العمل كله متكامل. وقال كمان انا فرحان باني موجود معاكم النهارده. جمهوره من 35 سنة وأنا ما عنديش غير جمهوري، فأنا بقول لهم يعني إيه، أنا بقدركم وبحبكم وكل سنة وأنتم طيبين. انت عارف انا بحبك قد ايه؟ واضح. بحبك قوي. أنا بحبك أكتر. شكرا يا عم، شكرا ليك، شكرا. يعني ازيك عامل ايه؟ وحشني. انت خايف ليه؟ ما تخافش مني. انت حبيبي. العضلات لسه مستمره. ونروح للخبر الثالث معانا والاخير، واللي ظهرت فيه الاعلاميه ريهام سعيد في احد البرامج. كشفت عن ان الفنان محمد هنيدي تقدم لها زمان ووالدتها رفضته. وصرحت كمان ان اهلي ما وافقوش عشان هو ممثل، كانوا خايفين ياخدني معاه في التمثيل. والتصريح ده هتشوفوه معانا في اخر الفيديو. بس بنفكركم لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو ده وتعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. انا حتى يعني اتقدم لي فنان من الفنانين كان عايز يتجوزني يعني. مين؟ وهي رفضت. مين؟ دي اول مره اقولها في حياتي. يلا خلينا نعرف مين. لا مش هقول. قولي. عشان متجوز ومخلف دلوقتي. محمد هنيدي.